الصحوبية، الخيانة، التنافس، الحرب. لو في عداوة في عالم المصارعة بتجمع بين كل الكلام ده فهي بكل تأكيد عداوة سامي زين وكيفن أوينز، الاتنين اللي بدأوا صحاب وفضلوا صحاب من الانديز لحد ما وصلوا WWE، وفضلوا صحاب برضو، لكن اللي حصل بينهم بعد كده محدش كان يتخيله. فعشان تعرف اللي حصل بينهم تعال معايا نشوف عداوة سامي زين وكيفن أوينز. الموضوع كله بدأ يقلب اخوك في عرض NXT. سامي زين بيكسب بطولة NXT اخيرا وبيحتفل عشان يطلع له صاحب عمره كيفن أوينز عشان يحتفل معاه، وفعلا يحتفلوا ويبقوا خارجين. لكن فجأة كيفن بينقلب على سامي زين في لحظة أيقونية ويدمره حرفيا، وهنا كانت بداية العداوة التاريخية بينهم، عشان بعد كده سامي زين بيطلب من ويليام ريجل يحدد نزال بينهم في عرض NXT Arrival، وفعلا يتحدد النزال رسمي سامي ضد كيفن ويتلعب النزال، والاتنين قدموا نزال تقيل جدا وتقيم بأربع نجوم من ميلتزر، لكن اللي قدر يكسب ساعتها كان كيفن أوينز مش بأي طريقة. ده النزال انتهى بالنوك اوت بعد ما كيفن اتغاب حرفيا على سامي، لكن سامي ما سكتش وطلب نزال إعادة من كيفن في التيك اوفر. 10 years with Sami Zayn. I consider him my best friend, but they called him first. عشان فعلا يتحدد النزال بينهم في عرض NXT تيك اوفر، وقبل التيك اوفر سامي زين وكيفن أوينز اتواجهوا في فيس تو فيس لأول مرة بعد الخيانة، عشان سامي يمسك المايك ويقول احنا مش هنا عشان نتخانق يا كيفن، انا عملت نزال قوي وكنت قريب اكسب جون سينا، عشان كده انا جاهز للتيك اوفر. الماتش ده هيحصل وقت الخناقات والمايند جيمز خلص يا كيفن ومش هيرجع. بس السؤال يا كيفن، ليه خنتني؟ يمكن عشان غيران مني، غيران عشان انا دخلت NXT قبلك، ولا الموضوع على ابنك اللي بيلبس تيشيرتاتي وهو رايح مدرسته مش بيلبس تيشيرتاتك مع انك ابوه؟ عشان بعدها كيفن يبقى طالع من الحلبة وبيمشي على الستيج، لكن قبل ما يخرج بيبدأ يتكلم ويقول سامي كل اللي انت قلته ده كذب عشان انا بس اللي اعرف الحقيقة. بعد ما كسبت بطولة NXT ورجعت بيتك وقلت لكل الناس انك عايز تنام وتفضي دماغك، بس انا عارف انك نمت عشان انك كنت موجوع، وعارف انك لسه لحد دلوقتي موجوع، وعارف برضو ان اللي وجعك واقف قدامك وهو بيقول لك ان في تيك اوفر هو هيتكرر ده تاني، بس المره دي انت مش هتعرف ترجع بيتك حتى. وفي تيك اوفر كيفن كسب برضه بالنوك اوت وكان هينفذ وعده وينهي مسيره سامي، لكن تدخل ساموا جو وقتها منعه، عشان بعد كده في عرض من عروض NXT سامي طلع وهو دراع مصاب وقال انه لازم يعمل عمليه فعشان كده هيغيب. لكن يا كيفن انا مش هنسى السبب اللي خلاني اعمل العمليه فاجهز عشان لما ارجع فانا راجع لك انت. عشان بعدها العداوه بتتوقف لحد هنا، فضلت موقفه كده لفتره لحد ما جينا للتاريخ ده. سامي رجع اخيرا في الرامبل ويدخل الحلبة عشان يلاقي كيفن مستنيه ويمسكوا في بعض جامد، وسامي يقدر يقصي كيفن من الرامبل، عشان في عرض الرو بعد الرامبل كيفن أوينز كان بيلاعب نيفل او باك يعني على بطولة القارات وكان قريب يكسب، لكن سامي بيدخل ويهاجم كيفن وينهي ماتش ديسكواليفيكيشن. وبعدها في سماك داون سامي وكيفن كانوا ضيوف في ميس تي في عشان كيفن يقول ان عمل اللي عمله في NXT ده عشان ده الصح للبيزنس، ومش بس للبيزنس ده الصح لمسيرته هو، وانه اللي عمله له ده ما كانش شخصي، لكن اللي انت عملته يا سامي في الرامبل ده كان حاجه شخصيه، واللي عملته لي في رول اللي فات ده برضه كان شخصي. في نهايه الموضوع ده اني انا الضحيه مش هو، عشان سامي يرد ويقول ان انت مش ضحيه يا كيفن لحد دلوقتي، عارف ليه؟ عشان انا هخليك ضحيه لما اكسب منك بطوله القارات دي في الريسلمانيا 32. عشان كيفن يبقى هيتكلم لكن نيفل بيقاطعه عشان تنتهي الفقره بميز وسامي ماسكين في بعض. وفي سماك داون بعد كده سامي ونيفل كسبوا ميز وكيفن، عشان في النهايه في الرو سامي زين كسب ميز، عشان بعدها ستيفاني ماكمان تحدد نزال سداسي على بطولة القارات من نوع ليدر ماتش، وسامي شارك في النزال ده لكنه ما قدرش يكسب بس قدر يخسر أوينز بطولته. وبعد المنيا في عرض من عروض سماك داون سامي كان بيلاعب جيريكو وأوينز كان قاعد على ترابيزة المعلقين هو وأمبرس اللي كان في عداوة مع جيريكو ساعتها. وفي النزال أمبرس كسب جيريكو، كيفن أمبرس ضرب جيريكو وكيفن ضرب سامي وانتهى الماتش دي كيو. عشان في سماك داون بعد كده سامي وأمبرس لعبوا كيفن وجيريكو نزال تاج تيم، واللي قدر يكسب ساعتها كان كيفن وجيريكو. وفي الرو بعد كده سامي كسب روسف، وبعد النزال كيفن طلع
طلع وهاجم سامي جدا بقوة جدا على الستيج عشان يحدد نزال بينهم رسمي في الباي باك. وفي باي باك الاتنين قدموا نزال قوي وانتهى النزال ساعتها بفوز كيفن عشان بعدها الاتنين يبدأوا يركزوا اكتر على بطولة القارات. Seeing all those guys pass me by, as happy as I was for them, if anything, helped make me into who I am today. But it's my turn now. ويلعبوا نزال رباعي على بطولة القارات في الاكستريم رولز مع سيزارو وميز، وساعتها ميز اللي كسب عشان بعدها كيفن اونز يقدر يكسب ستايلز ويتأهل لنزال الماني ان ذا بانك. عشان في سماك داون امبروس كان بيقول انه هيكسب الشنطة ويصرفها في نفس الليلة على الكسبان من سيس ورومان عشان يقاطعوا كيفن ويقول انه هو اللي هيكسب الشنطة. لكن سامي بيخش ويمسك في كيفن وكان هيعمل له هلوفا كيك، لكن كيفن تفاداها عشان سامي يوقف قبل ما تيجي في امبروس. عشان في الرو بعد كده سامي وامبروس وسيسارو يكسبوا البرتو وكيفن وجيريكو. وفي سماك داون سامي وامبروس كسبوا جيريكو وكيفن. عشان في الرو بعد كده يتعمل سيجمنت السلالم المشهور، والمذيعة كانت بتقدم كل مصارع، لكن كيفن قال لها مش مهم تقدمينا، كلنا مشهورين ما عدا سامي طبعا، وان هو اللي هيكسب الماني ان ذا بانك. كل الناس دي هتتكتب في تاريخها انهم كانوا موجودين وهو بيبقى مستر ماني ان ذا بانك. عشان بعدها كل المصارعين يمسكوا في بعض وسامي وكيفن يطحنوا بعض حرفيا. وفي سماك داون بعد كده البرتو وكيفن كسبوا سامي وسيزارو. وفي الماني ان ذا بانك لا سامي ولا كيفن كسبوا عشان اللي كسب ساعتها كان دين امبروس. عشان في الرو بعد كده سامي يقدر يكسب كيفن بالرول اب عشان كيفن يتعصب ويهاجم سامي ويضربوا بعض لغايه ما وصلوا للكواليس. عشان في عرض الرو بعد كده سامي وكيفن كانوا ضيوف في برنامج جيريكو او اللي هو اسمه جيري شو يعني. وسامي قال عارف يا كيفن السبب انك ما كسبتش رويال رامبل؟ طب عارف السبب اللي خسرك بطولة القارات في المنيو؟ طب عارف السبب اللي خلاك ما تكسبش ماني ان ذا بانك؟ السبب في كل ده هو انا. فاعمل جميل فيا يا كيفن واعمل في كل الجماهير دي جميل وتعالى ننهي كل ده للابد في باتل جراوند. عشان كيفن يرد ويقول انت واقف هنا يا سامي وبتتكلم على اني دمرت صحوبيتنا. طب انت عارف هو مين اللي بجد دمر صحوبيتنا؟ انت يا سامي، انت اللي دمرت صحوبيتنا، دي غلطتك. عشان كل حاجه عملناها من اول ما عرفنا بعض كانت عشان نبقى هنا في الدبليو دبليو اي. فلما الدبليو دبليو اي جت وخلتك تروح قبلي بسنه ونص كنت انا زعلان يعني؟ لا، انا بالعكس كنت مبسوط لك وكنت فرحان لما كسبت بطوله الانكس تي، وعشان كده انت كنت لازم تبقى فرحان لي لما كسبت بطوله الانكس تي. لكن اللي حصل انك زعلت وبقيت عدوي. كل ده ليه؟ عشان فوزي جه على حسابك. انت عارف يا سامي ده بيثبت ايه؟ ده بيثبت ان انت اللي طول عمرك ما كنت صاحب ليا، انا كنت صاحب احسن منك يا سامي. فلو انت عايز ماتش ضدي في الباتل جراوند فقشطه يا اسطى، اديتك الفرصه. وبعدها الاتنين ضربوا جيريكو ووقفوا قصاد بعض. عشان بعدها في سماك داون سامي كسب جيريكو، وبعد النزال اونز طلع ودمر سامي حرفيا. وفي سماك داون قبل الباتل جراوند كيفن كان هيلاعب كين، لكن وهو داخل سامي دخل وضربه، لكن كيفن ردله الضرب ده واداه لكين عشان يعمل له تشوك سلام، لكن كين قام مسك الاثنين وعمل لهم تشوك سلام. في الباتل جراوند الاثنين فعلا قدموا عظمه، واخيرا سامي قدر يكسب صاحبه لاول مره في تاريخه. عشان في سماك داون بعد الباتل جراوند سامي زين قاطع كيفن، لكن كيفن هانه وعايره بانه ما حققش ولا انجاز في حياته عشان يتحدد بينهم نزال في سماك داون اللي بعد كده. وفي النزال كيفن كسب، وبعد النزال دمر سامي، لكن فجأة سمعنا الصوت ده. Here comes the money. Here we go. شين بيرجع وينقذ سامي عشان يتحدد نزال بين كيفن وشين في الهيلن سيل. وفي عرض الهيلن سيل وبعد نزال عظيم بينهم النزال خلص بفوز كيفن، لكن المفاجأة انه كسب بمساعدة سامي عشان تنتهي العداوة هنا او تتوقف يعني. وفضلوا صحاب كده لمدة 5 سنين يعني لحد 2021، لكن اللي حصل من بعدها كان محدش يتخيل. وعشان ما طولش عليك يا قلب اخوك، عشان نعرف ان الفيديو كده هيطول وهنوصل في ربع ساعة وانت بتزهق انا عارف، فعشان ما طولش عليك هنقف لحد هنا اهوت، عشان اللي جاي تقيل قوي ومحتاج جزء تاني لوحده بقى. فلو عجبك الجزء ده اعمل الحاجات اليوتيوبر الغريبة، الشير واللايك والاشتراك في القناة، يعني قدر مجهودي عشان انا تعبت عشانك يا قلب اخوك. وبس كده، استنى الجزء التاني ان شاء الله هينزل يعني في خلال يوم او يومين، مش هتأخر ان شاء الله. وبس كده، ده اللي كان عندي النهارده، وده كان نهاية الكلام. سلام.